السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نحكوا على المسلسلات الرمضانية لسنة عام 2024. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في قناتكم أمين أوكيل. ممكن هذه أول مرة كنت تشوفوا ولا تسمعوا بهذه القناة، فقناتنا هي قناة ترفيهية. خلال شهر رمضان شفنا بزاف مسلسلات وبزاف لي سيت كوم وبرامج إلى آخره. فأنا شخصيا في قناتكم أمين أوكيل ما حطيتكمش فيديوهات، ممكن حطيت غير فيديو واحد برك، ولي شورت حطيت معلومات عامة ثقافية وكذلك معلومات دينية. اوكي علاش عندي سمانة ولا 15 يوم ولا اكثر ما حطيت لكمش فيديوهات؟ بكل بساطة صار لي مشكل انه الهاتف تاعي خسر لي وكذلك البيسي. فدوكا هاد الفيديو اللي نخدمو تليفون جديد، لي تليفون نقولوا عادي، تليفون يعني مشي 444 ولكن تليفون عادي، وراني نخدموا على جالكم خوتي العزاز، لان نحب يعني ننجح في القناه تاعي ونحبكم نتوما. فاذا عجبكم هذا الفيديو اشتركوا في القناه واعطونا رايكم، يعني اي فيديو حابين نديروه اعطونا رايكم في التعليقات باش هكا نعرف رايكم ونعرف واش نحط لكم ونعرف واش ندير لكم. اوكي هذه هي مطروشه لكم. خلونا نبداو في الفيديو تاعنا وخلونا نعطيكم يعني رأي تاعنا الشخصي عن المسلسلات الرمضانية، يعني بدون جرح وراح نحكو عادي. أول مسلسل راح نتكلموا عليه هو المسلسل المعروف البراني. مسلسل البراني المسلسل اللي كان من إخراج مزاحم يحيى، المخرج يعني غني عن التعريف، يعني معروف، دار بزاف أعمال جزائرية من بينها طيموشة وكذلك براني. فمسلسل براني صراحة أنا شخصيا حلقات الأولى ما عجبونيش 444، يعني بدأ عادي، بعد يعني مع تسلسل الأحداث بداو يتطوروا، وحلقة الأخرى شخصيا عجبتني بزاف وين شفنا النهاية. يعني كل إنسان، باش ما نحرق لكمش كما يقولوا، كل إنسان يعني دار الشر راح يلقى الشر، يعني وكل إنسان كان يخدم بالحرام راح يلقى غير الشر ومشكل. هذه هي الحقيقة اللي صارت لهم في الحلقة الأخرى. أوكي بلا ما نحرق لكم، فإلا كنتم حابين تشوفوه واش غنقول لكم إلى آخره. فالبراني كان يعني مسلسل مليح عادي، ونقيمو نعطيلو تقييم 7/10. فهذا رأيي الشخصي خوتي العزاز. إذا يعني أنت تعارض رأيي الشخصي عادي اكتب لي في التعليقات، وكذلك بدون تعصب وبلا أي شيء يعني اللي يجرح. هذا ما كان خوتي العزاز. المسلسل الثاني اللي نتكلموا عليه هو مسلسل معروف دموع الأولية، من بطولة نومي ديال الزول وكذلك المنتج عامر بهلول، المخرج ولا نسيت اسمه. فمسلسل شخصيا انا عجبني من ناحيه التصوير، من ناحيه من براني كذلك من ناحيه التصوير مليح، من ناحيه ممثلين كذلك ملاح، دموع الوليه كذلك كيف. لكن صراحه حلقه الاخرى يعني حلقه للاسف الشديد حلقه يعني دراما، حلقه حزينه. انا كنت نفضل انه تكون حلقه ممتازه، ولكن واش راح دير، ولكن يبقى مسلسل يعني هايل، حكايه مليحه وننصحكم باش تشوفوه. وصراحة أنا نقيمه 7.5/10. براني قيمته 7/10 وهو نقيمه 7.5/10. حتى البراني مليح، ولكن دموع الولية حسيته شوية خير منه. ممكن الجزء الثاني راح نشوفه العام الجاي إن شاء الله، إلا كنا منحيين هنشوفه يكون مليح. مسلسل آخر اللي هنتكلموا عليه هو مسلسل الحياة. شوف باش نكون معكم صريح بدون يعني بلا من الناس ما يزعفوا ولا، صراحة هذا المسلسل كيبدا باللي مسلسل عادي إلا أنا شفت فقط 3 حلقات، لأن صراحة صارت هذه الحاجة في الحلقة الثالثة وين يعني شخصيا أنا ما قدرتش نكمل نشوفه. بلا ما نحرق لكم خوتي العزاز، إلا كنتم حابين نشوفوه فالشي اللي داروه يعني صراحة كما يقولوا قتلوا المسلسل. فصراحة أنا المسلسل هذا كان عادي، وفي الحلقة الثالثة ولا يعني كرينج. فتقييم تاعو نقيمه 2/10. 2/10 على حسب كما يقولوا على وجه لي زاكتور، هذا ما كانوا على وجه التعب اللي داروه خلال يعني المسلسل.
المسلسل الاخر اللي نتكلموا عليه هو الانتقام الزمن. شخصيا انا ما شفتوش مليح، ما نقدرش نسمى نعطي رايي الشخصي، ولكن راح نتكلم عليه من ناحيه التقنيه. كذلك التقنيه كما لا بان بلي حاليا ما شاء الله على المخرجين والمنتجين ولاو يخدموا حاجه شابه، فنحييهم. يعني حتى الحياه عنده كاليتي مليحه الى اخره، لكن للاسف حكايه حياه عيان تقبوها. لكن الانتقام زمن صراحه انا مازال ما شفتوش، كي نشوفون ممكن اعطي راي الى اخره. اوكي، المسلسل الاخر اللي نتكلموا عليه هو المسلسل اللي انا شخصيا نشوفه هو افضل مسلسل دراما جزائري ليس فقط هذا العام بل في التاريخ، وهو مسلسل 11 من المخرج أسامة قبي، وين شفنا بدع بزاف يعني في المسلسل. الجزء الاول كان يدور على حكايه ملاك الى اخره بلا ما نحرق لكم. اما الجزء الثاني وين شفنا اشياء بزاف جديده واشياء راح تشوف كي راك تشوف نتفليكس، باش نكون معكم صريح. فهذا المسلسل يعني صراحه مسلسل بزاف اسطوري، وانا نقيمه يعني 9.5 على 10. اما المسلسل الحياة ما قيمتوش واقع، ولا قيمته والله مش فيت. المهم ما كان لا نقيمه ولا قيمته 2 على 10. نعتذر. مسلسل كذلك الاخر اللي نتكلموا عليه هو المسلسل، وهو ممكن راح يكون اخر مسلسل اعتقد. هذا واش كاين ماما سبان تفكروا؟ ايوه هذا ما كان المسلسل الاخر، وهو مسلسل الرهان. خوتي العزاز عجبني باش نكون معكم صريح، مسلسل هايل. ممثلين كذلك عجبوني، مع العلم أن الممثلين هم ماشي من الغرب، ولكن عجبوني لأنهم عرفوا يمثلوا وعرفوا يضبطوا يعني اللغة اللي هي أو لهجة اللي هي ماشي لهجتهم. يعني ماشي سهلة. دوك أنايا كنت تعطيلي سيناريو نمثل لك نهضر لكم بالوهرانية، راح تمرق بلي أنا ماشي وهراني ولا أنا ماشي مستغانمي ولا. فألف تحية لكل ولايات. لما شفنا جميلة عراس تهضر باللهجة أو باللونغاج الوهراني ولا المستغانمي، صراحة نحيوها. فالمسلسل الرهان أنا عجبني من ناحية التمثيل، من ناحية الديكور، من ناحية الكاليتي أو الجودة، وكذلك القصة عجبتني. فتقييم المسلسل الرهان، وحتى النهاية جت نهاية مشي حزينة، وهذاك هو الصح. فتقييم المسلسل الرهان نعطيله 9 على 10. فهذا هو الفيديو تاعنا اليوم، فيديو خفيف ظريف وين تكلمت على عطيت رأيي الشخصي على المسلسلات. اعطونا رايكم خوتي في التعليقات، وكذلك اذا حابين نزيدو ندير لكم فيديو اخر وين نتكلموا على لي سيت كوم، يعني لي سيت كوم الكوميديين كيما مثلا مسلسل او سيت كوم دار الفشوش، البطحة. لو حابين نهضروا على عادل سويزي، زي روحك الى اخره، اكتبونا في التعليقات ندير لكم فيديو اخر من هذا النوع. وكذلك خوتي العزاز بعد هذا الفيديو نطلق لكم فيديو كاين 2 فيديوهات اللي خدمتهم يعني قبل ما يتخسر لي الهاتف تاعي بالفيس كام الى اخره، رياكشن راح نحطه لكم ان شاء الله بعد الفيديو. هذا ما كان خوتي العزاز، وان شاء الله نخدموا البي سي ونخدموا تليفون باش هكذا نعاود نولي نحط لكم فيديوهات شابين. كان معكم امي، وكنقول لكم السلام عليكم وبركاته، وما تنسوش تشتركوا في القناه. تشوس.